هو خريج حاسبات بيتكتب ايه في البطاقة؟ وازاي لو ما كنتش خريج حاسبات ومعلومات اكتب في بطاقتي مهندس برمجيات؟ واخر الفيديو هتلاقيني سايب لك لينك انستجرام، هتلاقيني عامل لك هناك منحة وبقول لك ازاي تنزل تدريب في اوروبا او هنا في شركات داخل مصر. فتابع الفيديو للاخر، بس خلينا نرجع لسؤالنا. خريج حاسبات ومعلومات بيتكتب في البطاقة حاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات. طيب انا دلوقتي عاوز اكتب مهندس برمجيات او مطور برمجيات او مبرمج، اعملها ازاي؟ كل الحوار ان انت لازم تكون شغال في شركة برمجة، والشركة تكون مأمنة على حضرتك، وهتدخل للاتش ار وهتقول لهم لو سمحتم محتاج جواب عمل اروح بيه للسجل المدني علشان عاوز اغير المسمى الوظيفي في بطاقتي. هتكتب لك ان انت فلان الفلاني شغال في شركة فلان الفلاني، والمسمى الوظيفي بتاعه اسمه مهندس برمجيات او مبرمج او مطور برمجيات. هتاخد الجواب بتاعك هتطلع بيه على السجل، هتقول لي مدام عفاف لو سمحتي عايز اسمي نفسي في البطاقة بالاسم اللي مكتوب هنا في جواب العمل. هتاخد جواب العمل وهتاخد البطاقة القديمة بتاعتك وهتحط لك المسمى الوظيفي الجديد، وبس كده. سلام. ولو عايز تعرف ازاي تنزل تدريب وتسافر اوروبا او تاخد تدريب داخل مصر، تابعني على الانستجرام. سلام.